يطلع لك بيبي هير زي ده، بس مش عايزه تشتري زيوت، وعلشان شعرك فاتح ومش عايزاه يغمق، مش عايزه تعرضيه لاي زيوت بتغمق الشعر، وفي نفس الوقت ما بتستحمليش روايحها، وفي نفس الوقت مش قادره على ثمنها. هسيبك وربنا ابدا، هعالجك برضو في بيتك. مكونين 2 بس في بيتك هتعالجي شعرك يا هانم. هتجيبي ربع كوبايه روزماري، وهتجيبي 5 ورقات من ورق اللورا، هتجيبيهم من عند اي عطار او من اي هايبر ماركت، ان هم يعني مش متوفرين عندك، بس هم لازم يبقوا موجودين في كل بيت. يعني مفيش حاجه يا هانم، قومي هزي وفزي اعملي الخلطه في اصغر حله عندك وامليها للاخر وغطيها علشان يغلوا مع بعض والغطا مقفول عليهم. وبعد كده ما يغلوا كويس لمده 10 دقايق اطفي عليهم وسيبيهم يهدوا خالص لحد ما يبقوا لونهم زي ما انت شايفه كده. وبعد كده سيبيهم يبردوا خالص 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 خالص، صفيهم وعبيهم في ازايز تقدري تحطيهم في التلاجة. خلي دايما في بخاخه كده صغيره بتاعتك انتي تستخدميها يوميا، تخلص تمليها تاني من العبوات اللي في التلاجة. وممكن تضيفي بقى عليها زيت ارجان لو عندك او اي زيت مرطب. كل مره بقى قبل كل استخدام رجي العبوه كويس قوي، لان الزيت بيفصل عن الميه. رجيها كويس 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 كويس، وبعد كده فسي على فروه راسك، وادعكي بصوابعك كويس قوي مش بضوافرك عشان ما تعوريش فروه راسك. لما يختلطوا كده ببعض ترشي. البخاخه دي لو انت عندك تكييف في اوضتك سيبيها في اوضتك، لو ما عندكيش سيبيها في التلاجة مع اخواتها في التلاجة، وطلعيها ترشي منها يوميا وترجعيها تاني. كل يوم هترشيه على فروه راسك، واحسبي 30 يوم بالظبط وهتشوفي البيبي هير طلع ازاي في شعرك. الخلطه دي مش بس بتنبت الشعر، دي كمان بتساعد على تطويل الشعر، وبتساعد على انها توقف التساقط. انت بقى لو عايزه كورس مكثف عشان تتقلي وتطولي شعرك وتنبتيه باسرع ما يمكن، نصيحه مني وانت بتعملي دي لازم تعملي حمامات زيت برده وحمامات كريم كمان علشان تعملي الكورس كامل، هيفيد شعرك جدا. وما تنسيش كده كده لازم تمسجي شعرك على طول. حتى لو ما حطيتيش اي حاجه عليه وانت قاعده كده ما وراكيش حاجه، اقعدي مسجي فروه راسك عشان تضخي الدوره الدمويه فيها كويس. البخاخه دي هستخدمها كل يوم، وقبل ما اخد شاور هستخدم يا اما الخلطه السحريه يا اما جلو اند جو. الفرق بين الاتنين ان دي فيها جاز وبتستخدم لو انت مش حامل او مش بترضعي، لكن جلو اند جو بتفضل لو انت حامل او بترضعي علشان ريحتها مش كريهه، وفي نفس الوقت كل الزيوت اللي فيها امنه تماما. وممكن نستخدم طبعا معاهم النخاع سواء حامل او مش حامل. في حمام الزيت بيتعمل يا خلطه السحريه مع النخاع يا اما جلو اند جو مع النخاع. وطبعا مش محتاجه اقول لكم ان الخلطه السحريه وجلو اند جو والنخاع بيوقفوا تساقط الشعر وبيساعدوا على تطويل الشعر، وكمان مع الديرمارالر بينبتوا الشعر. غير البخاخه دي بتساعدك يوميا، وكمان عشان تاثر عليك الطريق كانه سيرم بتستخدميه يوميا. ما تنسيش كمان ان انت ممكن ترطبي شعرك كل يوم لو شعرك عطشان ومحتاج الترطيب ده. لو انت شعرك بيليك بسرعه، حاسه ان هو بيهيش من الزيت، حاسه ان هو بيليك في بعضه بيتشابك في بعضه من كتر الزيوت، يبقى ترطبي مره واحده بس بعد ما تاخدي شاور، وما ترطبيش تاني. معنى كده ان شعرك بصحته كويسه جدا. مفيش داعي نليط عمال على بطال، مش كده. اعتقوا شعركم شويه. كتير منكم بقى فاكر ان انا بعمل شعري عشان كده الشعريه نفسها بقت مفروده. اقسم بالله ما بعمل شعري خالص غير في المناسبات، تمام؟ غير كده انا ما بجيبش اي هيترز على شعري. شعري بقى مفروض كده بسبب العنايه الصحيه لشعري. مع العلم التكسيرات اللي انتوا شايفينها دي ان انا بايته بالضفيره ولسه فاكراها حالا، مش كده في التكسيرات دي، لكن 3-4 ساعات كمان وشعري هيرجع تاني كده. الخردل يا جماعه سحر هو، والحنه سحر، والحنه مش حنه فرد. الناس بقى اللي عارفاني ومتابعاني من زمان بيقولوا لي شاهي شعرك ابتدى يخف شويه، شاهي شعرك كان اتقل من كده، ايه اللي حصل؟ جماعه الرضاعه مش حاجه هينه جدا، في كالسيوم وحديد بيتسحبوا من جسمي، فشيء طبيعي ان هيبقى في تساقط، وخصوصا الايام دي مع الخريف التساقط الضعف. بس الحمد لله ان انا شعري ما وصلش للفراغات، ما وصلش ان هو يرجع تاني شعريتين. في تساقط، شعري يخف عن الحمل عن قبل الحمل، انا معاكم، ولكن ده بسبب الرضاعه وبسبب الروتين اللي انا بستخدمه من منتجاتي. اقسم بالله كمان مره محافظ على ان فروه راسي ما تبانش، محافظ على ان شعري يفضل صحي، محافظ على ان التساقط ما بيبقاش بالخصر. لا ده انا بس لما بسرح كام شعرايه بيقعوا مني، واللي هم انت صحيا من 100 ل 150 شعره بيقعوا منك في اليوم، فانا الحمد لله في الرينج الصحي ده.